أنتوني سيريوس، رائد الأعمال الفرنسي الشاب المقيم في دبي، له شهرة واسعة بفضل نشاطه المزدهر في مجال التسويق وإدارة المواقع الجريئة أو حتى الإباحية. تمكن في مدة قصيرة من الانتقال من شخص مفلس إلى رائد أعمال يحقق دخلا يتراوح بين 50,000 و80,000 يورو شهريا. أثار هذا الأخير غضبا شعبيا عارما في المغرب بعد تقليده وضعية الكلب مع قوله أنا مغربي في سياق ساخر ومهين خلال بث مباشر على منصة كيك من دبي. كما تعالت الأصوات لمتابعته قانونيا في الإمارات وفرنسا، خصوصا وأنه تمادى في الطعن في شرف المغربيات قائلا أنه يفضل العيش مع الجزائرية في إشارة إلى الزواج، بينما المغربية هي للاستمتاع لليلة واحدة في إشارة إلى الدعارة. Toi, tu préfères une Algérienne ou une Marocaine? Une Algérienne. Une Algérienne pour la vie, une Marocaine pour la nuit. بعد ساعات من انتشار المقاطع بمئات الآلاف من المشاهدات، انهالت التعليقات الغاضبة على سيريوس من طرف متابعيه والمتعاملين معه من المغاربة، معلنين رفضهم القاطع ودعواتهم لمنعه من دخول المغرب، خصوصا وأنه تمادى في وقاحته وتحدى الجميع أنه سيزور المغرب قريبا. Tu vas pas aller au Maroc, t'es mort. Ah ouais, vous pensez vraiment que je suis mort au Maroc, vous allez voir. La semaine prochaine, je suis au Maroc. لكن لم تمر ساعات كثيرة على جرأة سيريوس ووقاحته حتى استسلم للضغوطات الكبيرة التي ربما خضع لها من جهات معينة، أو خوفا على أمواله واستثماراته القذرة من أن تتأثر بهذه الخرجات التي جرت عليه غضبا عارما، حتى خرج بمقطع مصور أعلن فيه اعتذاره للشعب المغربي، مبررا تصريحاته بأنها فكاهة سوداء بين الأصدقاء، وأن الكلام يذهب بعيدا أحيانا لكن القلب ليس عنصريا. وأضاف أن هدفه كان إضحاك الناس، وختم بطلب الصفح مع أمله في زيارة المغرب بروح هادئة. Et je me demande vraiment pardon sincèrement. J'espère que vous me pardonnerez et qu'un jour je pourrai retourner au Maroc l'esprit tranquille.